تسجيل هدفين في مباراة واحدة يعرف بالهدف المزدوج. أما إذا سجل اللاعب 3 أهداف فنسمي ذلك هاتريك، وهو إنجاز رائع بحد ذاته. لكن هناك مستويات أعلى من ذلك بكثير. من يسجل 4 أهداف في مباراة يقال إنه سجل سوبر هاتريك، أما 5 أهداف فتعني بوكر، في حين تسجيل 6 أهداف فهو يعرف باسم هاتريك مزدوج. بينما الرقم الصادم هو تسجيل 9 أهداف في لقاء واحد، وهو ما يطلق عليه هاتريك ثلاثي، وهو أمر شبه أسطوري في عالم كرة القدم. لكن هل تعلم أن هذا الإنجاز الخارق لم يتحقق سوى مرتين في تاريخ كرة القدم؟ آخر من فعلها هو إيرلينغ هالاند الذي سجل 9 أهداف كاملة خلال كأس العالم تحت 20 سنة في عام 2019 في فوز ساحق لمنتخب النرويج بنتيجة 12 مقابل لا شيء أمام منتخب هندوراس. بهذا الأداء دخل الروبوت التاريخ من أوسع أبوابه. والسؤال الآن، من هو اللاعب الآخر الذي حقق هذا الرقم الخيالي؟ هل تجرؤ على التخمين؟ اكتب في التعليقات من تعتقد أنه صاحب هذا الإنجاز النادر.